السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات نوال كويزين. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم هاد الكريسات اللي كيجيو زوينين او قريشلات كيجيو رائعين ما شاء الله. من اليوم ان شاء الله ما غاديش تبقاي تشريهم، غادي تبقاي تصايبيهم في الدار ساهلين وما كياخدوش واحد الوقت كثير. من اليوم ان شاء الله ما تبقايش تستغناي عليهم. فما نطولش عليكم بزاف ونبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. هنايا عندي الدقيق اللي غنضيف له النافع وحبه حلاوه والجنجلان والزريعه د الكتان. هنا عندي زلافه مع عمرش ديال سنيده، لان الدقيق راه درت 2 كيلو ديال الدقيق. وغادي ندير الملحه على حسب الذوق، ماشي بزاف ولكن لانهم غيجيو حلوين قريشلات. صافي هنايا غادي ندير الخميره تقريبا 2 كيلو ديال الطحين، كندير فيهم واحد 2 معالق كبارين ديال الخميره لان الحال بارد باش تخمر دغيا. هنا غادي ندير واحد 2 معالق ديال الخل البيض، ضروري كل خل البيض ما تكون فيه حتى شي نسمه. غادي ندير تقريبا واحد الكاس ديال المزهر، كيعطيها واحد المذاق زوين ديك المزهر. صافي كنبدا ندوب ديك الخميره ونخلط العجينه كامله نجمعها ونرجع معكم. صافي هنايا انا راه درت هذاك المزهر وزدت تقريبا واحد 2 كيسان ديال الماء. شوفوا خصها ضروري تجيكم هكا تكون كتلتصق باش ديك الكريسات يجيكم من داخل خاويين، يعني يجيو مفشفشين هشاش. من اليوم الى درتي هاد الطريقه هذه اللي كندير بها العجينه ما تبقيش تاخديهم من المخبزات لان تيجيو حسن من ديال المخبزات. صافي كندهن يدي بشويه الزيت وتنجمعها ملي كنسالي وكنخليها ترتاح لان كتكون كتلتصق. ضروري ما كنستعمل الزيت. صافي غطيوها بالسلوفان وخليوها ترتاح على حسب. الا كان الحال سخون راه كترتاح ما كاملاش 10 دقائق، الا كان الحال بارد راه كتبقى واحد ربع ساعه وكترتاح. صافي شوفوا معايا كيفاش ضاعف الحجم ديالها بعد ما ارتاحت. صافي دابا غادي نبدا نشكلها. اللاطه هنايا دهنتها بشويه ديال الزيت. نتوما اللي عندكم ديك البابي ديال الفران ديروا البابي ديال الفران وبقاو تستفوا فيه. وديما استعنوا بالزيت. صافي كتكون كتلتصق. نتوما كتخدموا وانتوما كدهنوا يدكم بالزيت، ولكن من اليوم ما تبقاوش تاخدوهم من المخبزات او لاباتيسري. من اليوم ما تبقاوش تاخدوهم. عرفتي كيفاش كيجيو زوينين بزاف وتيجيو هشاشين وفيهم واحد المذاق
ديك الزرارع لان درنا فيهم النافع، حبة حلاوة، الشنجلان، زريعة الكتان، كيتعطيهم حتى هي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. صافي غادي نعمر اللاطة. شوفوا معايا بعد ما عمرتها خليتها واحد شويه هكا، هي شويه ماشي بزاف هكا تخمر. من بعد كنجيب البيض كندير فيه واحد المعلقه ديال الحليب ومعلقه ديال الزيت، بيضه كامله ماشي غير الصفر، وكنخلطها مزيان وكنبدا ندهن هاد الكريسات، وغادي نخليهم عاوتاني يخمبوا المره الثانيه. ملي تكونوا كدهنوهم حاولوا ما تبركوش عليهم بزاف لان كيكونوا بداو يطلعوا بداو يختمروا، والا بركتو بديك الشيته صافي كتحيدوا لهم ديك الهواء اللي كيكون فيهم لداخل. صافي هنايا نخليها هكا دهنتها بالبيض، غنرشها بشويه جنجله من الفوق صافي، وغادي نخليها عاوتاني تختمر المره الثانيه، ونشعل الفران ونطيبها على درجه حراره 180. شوفوا معايا، يعني كنطيبها على درجة حرارة 180، كنخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم. هذيك درجة حرارة 180 ما تزيدوش عليها نهائيا، كيطيبوا على خاطرهم. صافي كيف ما كنجبدهم هكا من الفران حاولوا تغطيوهم هكا واحد شوية، واخا 5 دقائق، وعاد حيدوهم من اللاطة باش ما كيسهلوا معاكم وكيجيو رائعين ما شاء الله. شوف ما تحيدوهمش ديك الساعات، كيكونوا مازالين سخانين، وملي كتحيدوهم لان تيكونوا تبارك الله تيكونوا منفوخين، مازال شادين ديك السخونيه. فغطيو اللاطه واحد 5 دقائق هكا ترجع فيهم ديك السخونيه هكا يبردوا، وعاد حيدوهم من اللاطه. وشوفوا معايا تبارك الله ما فيهم حتى شي حاجه، ما فيهم لا كثرة مكونات لا حتى شي حاجه، صافي غير الزرارع وسنيده والمزهر، لان باش كيعطينا واحد اللوغو تا هو زوين فيهم، والماء. ما فيهم لا بيض لا حليب لا حتى شي حاجه. وشوفوا كيفاش كيجيو من داخل ما شاء الله، كيجيو مفشفشين، كيجيو رائعين. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء لكي تعم الفائده. ورمضان كريم.